تفتكروا ايه يخلي واحد قدر يخش جزيرة إيبستين من سنتين وإريا 51 من غير ما يحصله حاجة، لكن بمجرد ما عمل فيديو عن الجالية اليهودية في نيويورك يترفد فورا من شغله والأكاونت بتاعه يتمسح ويحاولوا يسكتوا؟ يبقى هنا لازم نقف. ده بودكاست صحبة وأنا ألاقي. ليه عمرنا ما سألنا نفسنا ليه لما حد بيعترض على أي حاجة هما بيعملوها بيتقال عنه أنتي سيماتيك، بس لما هما بيعترضوا على حاجة احنا بنعملها بيتقال عليه إسلاموفوبيا؟ حتى العنصرية اللي بيطلقوها علينا مبررة، يعني كلمة كلمة إسلاموفوبيا نفسها هي الخوف. فوبيا نفسها هي الخوف من شيء معين. يعني حتى العنصرية بتاعتهم بقت مبررة، لأن الخوف أو الفوبيا هي حاجة مبررة، زي الخوف مثلا من المرتفعات أو الخوف من الأماكن الضيقة. كل دي حاجات تبقى مبررة، يعني ليها سبب. هو ده اللي خلاك يبقى عندك مثلا فوبيا من المرتفعات أو الحتة المغلقة أو كده. فإسلاموفوبيا يعني هو الخوف من أي حاجة إسلامية أو الناس اللي هم العرب بشكل عام. فيعني حتى عنصريتهم خلوها مبررة عشان يبقى ليها بعد كده مبرر. عشان كده لازم نكون واعيين حتى للكلام اللي بيقولوا علينا، وده سبب ان الاعلام بتاعهم القوي، يعني عشان هم دايما مغلفين الكلام. حتى لو بيقولوا نفس الحاجة يعني دايما مغلفين الكلام كده مزوقينه بحيث ان انت تتقبله. يعني مثلا في حرب فلسطين هنلاقيهم كانوا دايما بيقولوا عن الشهداء اللي بيموتوا من عندنا انهم ماتوا عادي، لكن اللي كان بيموت من عندهم كانوا بيقولوا دايما عنه ان هم اتقتلوا بطريقة بشعة وطريقة وحشية ومش عارفة ايه. نيجي بقى هنا ونتكلم عن اصلا الصورة الغربية اللي هم دايما بيعرضوها لينا، سواء في الاخبار سواء في الافلام اللي هم بينتجوها او الكلام ده. الصورة الغربية دايما عن العرب اللي بيطلعوه في الافلام هتلاقي دايما ان هو ارهابي ودايما بيفجر نفسه او عنده عداء ليهم او مش عارفه ايه. هنلاقيهم دايما مطلعين العرب في افلامهم ان هو مثلا ملياردير بيطلع فلوسه في اي حته، او متجوز 4، او واخد واحده قد بنته. وبقت هي دي الصوره اللي متاخده عننا كعرب في الواقع العربي. فضلوا يرسخوها لحد ما احنا كمان، يعني فضلوا كده من زمان فضلوا يرسخوا الصورة دي لحد ما بقيت احنا نفسنا عادي بقى. خلاص انت متوقع ان اول ما تشوف عربي في مسلسل مثلا او فيلم اجنبي خلاص تعرف ان هو يطلع ارهابي او كده. فبقت هي دي الصورة اللي متاخدة عننا في الواقع الحربي، ان احنا دايما شعوب محتاجة توجيه منهم ومنهم، يعني محتاجة توجيه ومنهم. وان احنا طول الوقت بقينا بنعملش حاجة غير ان احنا بندافع عن نفسنا قدامهم. لا احنا مش كده، لا احنا العرب مش كلهم بيفجروا نفسهم، لا مش عارفة ايه. بقينا دايما في حالة دفاع مستميتة عن الصورة بتاعتنا، هو ان لا احنا مش كده. وسيبنا اصلا كل اللي هما بيعملوه وكل اللي هما بيزرعوه، بقينا بس ماسكين في ان احنا بندافع عن الصورة اللي هما زرعوها. فمثلا لو جينا ن- نشوف تجارب ناس تانية أو شعوب تانية اتضررت برضو من مثلا أمريكا وكده، مثلا ناس زي شعوب زي الصين أو اليابان، أو مثلا هتلاقي إن هما مثلا اليابان لما اتضربت من هيروشيما وناجازاكي لما وقعت عليهم مفضلوش يدافعوا عن نفسهم أو يعيشوا دور الضحية أو احنا ضربنا احنا مش عارفة ايه أو كده، لكن قفلوا على نفسهم وبدأوا إن هم يطوروا من نفسهم ومن أصلهم وتمسكوا جدا
بعاداتهم وتقاليدهم وأصولهم، ما حطوش نفسهم في مواجهة أو دايما إن هم دور الضحية المظلومين اللي الدول التانية وضع عندهم فكرة أو كده. لا، لحد ما بقوش مجرد دولة. يعني اليابان دلوقتي بنقول عليه كوكب اليابان. يعني ده حتى وصلوا لأن هم لا، السوشيال ميديا عندهم غير عندنا. يعني السوشيال ميديا في الصين واليابان والحتت دي ما بيستخدموش أصلا حاجات زي اللي احنا بنستخدمها، اللي هي أصلا ممولة من الناس اللي هم أعدائنا يعني. فبقوا يستخدموا حاجات تانية. يعني لو حد راح الصين أو اليابان وكده، دايما بيقولوا إن أصلا ال ال السوشيال ميديا عندهم مختلفة عن عندنا. عندهم تطبيقات مختلفة، هم أصلا عملوا التطبيقات بتاعتهم هم، وبقوا ينشروا عليها اللي هم عايزينه، مش الأمريكا أو الناس اللي ما يتسموش عايزينه. فبقى عندهم زي حصن كده أو حاجز بينهم وما بين أمريكا والناس التانية، لأن هم قرروا إن هم إحنا مش هنستخدم السوشيال ميديا بتاعتهم، إحنا مش عايزين أفكارهم، إحنا هنعمل حاجة لينا إحنا، لعادة وتقاليدنا، ننشر فيها اللي إحنا عايزينه. ويمكن هو ده الاختلاف بيننا وبينهم، إن إحنا بقينا بنستخدم السوشيال ميديا بتاعتهم، وحاربنا وعانينا عشان نقدر نغير الصورة اللي هم واخدينها عننا. حتى لما حصلت في الأول خالص الحرب بتاعت فلسطين، لما كنا بنقعد نتكلم ومش عارفة ايه، والناس تقعد تغير في الالجوريزم علشان نقدر ان احنا نتكلم عنهم، علشان برضو اللي مسك الحاجات دي هم. يعني المثال اللي انا كنت بقوله في الاول، اللي هو بتاع الشخص اللي دخل جزيرة إبستين ده. يعني الراجل كان ماشي تمام، وكان عنده ده أصلا حد صحفي، وكان بيشتغل وعمل فيديوهات كتيرة جدا، فيديوهاته على اليوتيوب، و... ودخل حتت كتيرة جدا وكشف حاجات كتيرة، ودخل زي ما قلت جزيرة إبستين من سنتين، واريا 51 محدش بيخشها و... وكده. لكن بمجرد ان هو عمل فيديو عنهم، عن اليهود، عن الجالية اليهودية في نيويورك، ودخل وكان بيسألهم. يعني لو حد شاف الفيديو، شيء غريب جدا يعني، بجد جالية غريبة جدا. الفيديو فورا أول ما نزل الفيديو اترفد من شغله، السبونسر بتاعه مشى، حاولوا يمسحوا الفيديو بتاعه، حاولوا يدمروه، حاولوا يسكتوه. ده بيقول كتير جدا. زي ما قلت، تجارب الشعوب التانية لازم ان احنا نبقى واخدين بالنا منها، مبقاش مجرد حاجة، ومحتاجين ان احنا برضو يعني نعمل زيهم. يعني اللي هو يبقى احنا كمان عندنا، ما نبقاش معتمدين على السوشيال ميديا بتاعتهم والالجوريزم بتاعتهم، ونقعد نعمل ونعاني عشان نقدر نطلع صوتنا للعالم. يعني لازم يكون عندنا برضو الدفاعات بتاعتنا احنا، نعمل السوشيال ميديا الخاصة بينا، مع ان دي حاجة صعبة جدا ان احنا خلاص، لان احنا بقينا مستهلكين للحاجات دي كتير جدا، وبقينا يعني مدمنين عليها. فمش هنقدر نغير، بس احنا لازم نغير. نيجي بقى للنقطة التانية، بالذات في الإعلام وكده. الإعلام في عصر بقى ال AI، العصر بقى آه، اللي احنا شايفينه دلوقتي بقى ال AI، وإن ال AI مسيطر، وبقى ال AI يوصل لحاجات عادي. ممكن تلاقي واحد مغير شكله مثلا رئيس دولة بالاي اي ومش عارفة ايه. بس يمكن احنا دلوقتي قادرين ان احنا نفرق ما بين ان دي حقيقة وده اي اي. تخيل بقى لما الاي اي ده يتطور اكتر، ما وتبقى الحاجات دي في ايديهم. يعني تبقى الحاجات دي في ايديهم هم بيطوروها بشكل رهيب. كنت شفت فيديو، كان يعني فيديو بيتكلم عن حاجة
عبقرية جدا، خصوصا عن موضوع ال AI. ان الاخبار بعد شوية مع تطور ال AI هتبقى الاخبار او الحقيقة، خلينا نسميها، هتبقى مجرد سلعة. مع طبعا شات جي بي تي وكلود والحاجات دي كلها اللي بتطلع كل يوم، هتبقى الحقيقة مجرد سلعة. هنبقى خلاص ما قلناش قادرين نفرق ما بين الحقيقة وال AI والموضوع ده. فدي نقطة مهمة لازم نبقى واخدين بالنا منها، ان احنا لازم نبقى عاملين زي توثيق للحقيقة. يعني نبدأ ان احنا نوثق بقى الحقيقة، ونرجع تاني نتكلم عن اللي بيحصل، ونرجع نتكلم. مش بس مش مجرد واحد بيطلع مثلا يقول اه يا جماعة النهاردة والله حصل كذا 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 في الأخبار أو في العالم. لأ، لازم نوثق الحقيقة اللي بتحصل كويس قوي، سواء اللي بيحصل في لبنان أو اللي بيحصل في فلسطين، ونرجع نتكلم عنهم بقوة زي أول مرة أو أول الحرب، لما كان كله بيتكلم عنهم، وازاي ثم لما مع الضغط فرق جدا. فلازم نوثق الحاجات دي عشان بعد شوية يعني يعلم هنقدر نفرق ما بين الحقيقة ولا لأ. وهم يعني أعتقد بعد شوية هيبقوا قادرين إن هم يغيروا الحقيقة، ومش هنبقى قادرين نفرق ما بين ال AI والحقيقة، وعايزين إن هم يغيروا الموضوع ده بسهولة. لازم بقى إيه، نوثق الحقيقة كده عشان نقدر بعد كده نفرق إن ده AI أو مش AI. حاجة تانية عايزة أتكلم عليها في فكرة الإعلام العربي أو الصورة عندنا في الإعلام الغربي. عايزة أقول حاجة، الإعلام الغربي دايما هتلاقيه بيكيل بمكيالين زي ما بنقول. يعني هتلاقيه دايما هم أصلا عندهم الأخبار أصلا بتتقال بشكل ممنهج جدا. عندهم مش اللي بتوصل لنا، لكن عندهم في دولهم بتتقال بشكل ممنهج جدا، كله بيقول نفس الكلام ومش عارفة ايه، بس بتوصل لنا بطريقة تانية عشان نصدقها. فهم بيتلاعبوا بيها عشان لما توصل لنا نبقى احنا كمان مصدقينها. وهم عندهم دايما هتلاقي في الإعلام الغربي بيكيل بمكيالين. يعني مثلا كان في من فترة حاجة كده عندهم في أمريكا، إن الناس بدأت في واحد مثلا يطلع كده الصبح يشتري سلاح ويخش على المدرسة، يروح مدمرها أو قاتل اللي فيها أو مش عارفة ايه. لما جم يتكلموا عن الموضوع ده عندهم في الإعلام، اتكلموا عنه مش على أساس إنه ده إرهاب مثلا أو حاجة، لا اتكلموا على أساس إن الأشخاص دي أشخاص مختلة نفسيا أو محتاجة علاج نفسي أو مش عارفة ايه. تخيلوا لو الناس دي كانت مثلا عربي اللي عمل كده، هيبقى على طول ايه، إرهابي معروفة. لكن لما حد من عندهم يعمل الكلام ده، يبقى ده محتاج علاج نفسي. عشان بس تبقوا ايه، عارفين هما ازاي بيكيلوا بمكيالين. في الآخر أنا عارفة إن الموضوع ده كبير، ولو قعدنا نتكلم فيه مش هنخلص، محتاج حلقات. وفاهمة إن الخلاف على موضوع المؤامرات، وإن هي مؤامرة أو مش مؤامرة، ده عليه خلاف. فحابة إن أنا أسيبكم لحد هنا، وأقول لكم دايما فكروا في أي حاجة بتسمعوها منهم أو 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 اللي هم بيصدروها لنا في الإعلام، ما تعديش عليكم كده. خليكوا واعيين أكتر. اللي هم بيقولوه عمره ما كان بيتقال كده وخلاص، أو مجرد أخبار وخلاص. دي دايما بتبقى حاجات مدروسة جدا عشان لما توصل لنا احنا كمان نبقى مقتنعين بيها. أنا عارفة إن الموضوع ده زي ما قلت محتاج حلقات، فقولولي لو حابين إن احنا نتكلم عنه أكتر أو نعمل حلقات تانية عن الموضوع ده. واعملوا شير ولايك وسبسكرايب طبعا، دي حاجة مفروغ منها. وقولوا لي لو عايزين حلقة تانية، وسيبوا لي في الكومنتس
حاجة بتشوفوها غريبة في الإعلام الغربي أو كده، واستنوا الحلقة الجاية الأسبوع الجاي إن شاء الله.